عشان تسافر ألمانيا لازم تعمل معادلة ويطلع لك بشهيد. إيه هي المعادلة؟ وإيه هو البشهيد؟ تعال النهاردة أحكي لك بالتفصيل. ألمانيا فيها 16 ولاية، كل ولاية فيها جهة خاصة بالأن إيركنونج. يعني إيه أن إيركنونج؟ يعني اعتراف بالشهادات. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني دكتور، ممرض، مهندس، صيدلي، عايز تروح تشتغل في ألمانيا المهنة بتاعتك اللي أنت كنت شغالها في مصر. هنا بيجي السؤال الأهم: هل ما درسته في مصر يتطابق مع هو مطلوب منك في ألمانيا؟ وهنا بتبعت الورق بتاعك، فبتبعت الورق بتاعك، هما الجهات بتاخد قرار. لو لقوا ان الورق بتاعك يتطابق مع المهنة المطلوبة يقول لك خلاص من حقك اشتغل يا باشا، مش محتاج تعمل حاجة. طب انت دلوقتي عندك عجز، ففي الوقت دوت يقول لك لا انت محتاج تعمل معادلة. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ تعال اشرح لك ده بالتفصيل على مهنة زي التمريض، لان ده اختصاصي وانا افهم فيه كويس جدا. التمريض في المانيا عبارة عن اوسبيلدونج 3 سنين، تدريب مهني 3 سنين. عدد ساعات الدراسة المفروض 4600 ساعة، متقسمة 2500 ساعة براكتش، 2100 ساعة تيوريتش. الرقم دوت صحيح من مصدر موثوق، ولاية النورد راين الجهة الرسمية للاعتراف. طيب تعالى بقى اديك الامثله اللي هتوضح لك الكلام دوت، والامثله دي تجريبيه مش ارقام صحيحه. تعالى نفترض واحد كليه تمريض عدد ساعات الدراسه بتاعته وليكن 1000 ساعه، ده رقم تجريبي فقط للتوضيح. والامتياز بتاعه الشخص اللي شاف الورق بتاعه قدره ب 500 ساعة، فكده عدد ساعات الدراسة بتاعته 1500 ساعة. وكان معاه شهادة خبرة سنة، الشخص اللي شاف الورق بتاعه قدر شهادة الخبرة دي ب 500 ساعة، فكده أصبح معاه 2000 ساعة. هو المفروض يحقق 2500 ساعة في البراكتش، فكده عنده عجز 500 ساعة. تعال نفترض نفس الافتراض دوت، الشخص اللي شاف ورقه قدر شهادة الخبرة إن هي 1000 ساعة، فكده اصبح معاه 2500 ساعه اللي هم اصلا المطلوبين منه، فكده ما عندوش عجز في الجزء البراكتش. التطابق لازم يتم في النظري والعملي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت دلوقتي لو انت ساعاتك في البراكتش مظبوطه بس في التيوريتش اقل، فانت كده برضو ما خدتش اعتراف كامل. الكلام ده حصل مع شخص قريب قدمت له، كان مدرسه معهد كليه، جاله في النظري ان ساعاته اكتر من ساعات الدراسه المطلوبه في المانيا، فخد نل، يعني ما عندوش حاجه خالص المفروض يعملها في التوريتش. لكن رغم كده كان عنده عجز في البراكتش 150 ساعه، وده رقم لا يذكر، بس برضه ما خدش اعتراف كامل. نفهم ان عدد ساعات دراستك لو اقل من عدد ساعات الدراسه المطلوبه في المانيا في اي مجال، سواء تمريض، صيدله، طب، اي حاجه، انت كده عندك مشكله في عدد الساعات، محتاج تعمل معادله. ايه هي المعادله؟ بتختلف من كل مهنه للتانيه. هكلمك برضو كمهنة التمريض إيه اللي بيتم بالظبط عشان ده اختصاصي. تعال احكي لك بالتفصيل ايه اللي بيتم في المعادلة لو انت ممرض. لو انت ممرض وهتعمل معادلة دلوقتي، انت عندك خيارين. الخيار الاولاني يا تعمل حاجة اسمها كينت نسب بروفو، يا تعمل حاجة اسمها امباسون كلياكا. ايه هو ده وايه هو دوت؟ تعال نشرحه بالتفصيل. كنت نسا ده منهج تعليمي بتاخده في مدرسة معينة، بيكون مقرر عليك بعض الأمراض. عندنا مثلا في المكان اللي أنا أخدت فيه كان عندي في أمراض القلب 6، كان عندي في التنفسي 3، في العضلي 3، في العصبي 3، كان عندي مرض السكر. وفي الآخر في الامتحان كان مقرر عليا بس 10 أمراض المفروض همتحن فيهم. هل المعادلة أمراض بس؟ الإجابة لأ، في حاجات تانية بتتعلمها، زي مثلا النظام الصحي في ألمانيا عامل إزاي، يعني إيه مستشفى، يعني إيه دار مسنين، يعني إيه أمبولانتا فليجا، يعني إيه فليجا غات، يعني إيه فيزيتا، يعني إيه بيغاتونج شبريش، يعني إيه فليجا بروسيس. دي حاجات تانية بتدرسها مع الأمراض. أنت في الامتحان المفروض بتحقق المعادلة ما بين إنك فاهم المرض وإنك فاهم الإداريات. فده بيكون غرض الامتحان. لما بتيجي تمتحن بتمتحن مندلش، بتمتحن براكتش، امتحان شفوي وامتحان عملي في المستشفى. لازم تنجح في الاثنين. لو سقطت مرة ليك مرة تانية تعيدها، لو سقطت مرتين للأسف ما عادش ليك خيارات تانية وما عادش ليك اعتراف. فبتبقى مشكلة الكنت نسا عند كل الناس إن أنت لا قدر الله ممكن ما توفقش في الامتحان. النوع التاني أمباسونج ليجانج، وده الأسهل شوية عشان خاطر أنت ما عندكش ستريس، ما عندكش مشكلة إن أنت لو سقطت الدنيا راحت. فده بيكون عبارة عن مدة معينة المستشفى بتحددها، ولما بيلاقوك جاهز تعرف تشتغل، فتبقى خلاص اجتزت المحادثة دي وخلاص تقدر إن أنت تشتغل بعد كده. طيب انت دلوقتي في الفترة بتاعت المعادلة موقفك المادي ايه؟ بتشتغل عادي، بتشتغل بمسمى فليجا فاخخافت ان انركنونج، يعني ممرض في فترة الاعتراف. اللي بيتم كالآتي: بتشتغل بتعمل نفس المهام بتاعت التمريض، ولكن في حد شخص مسؤول عنك. يعني انت بتشتغل بس انت مش شايل مسؤولية. انا بالنسبة لي لو انت بتسألني دلوقتي ايه الافضل، اللي بيجي له اعتراف كامل ولا اللي بيجي له معادلة؟ من غير كلام اللي معاه اعتراف كامل احلى من اللي بيجي له معادلة. ليه الكلام دوت؟ لانك انت اصلا في فتره المعادله لو انت بتعمل كنتنسا ولا بتعمل امباسمنت ليجانج، انت بتعمل ده كله عشان يطلع لك قرار بشايط
من الجهه اللي انت قدمت فيها الاعتراف ان انت يحق لك تطلع ترخيص مزاوله المهنه. الشخص اللي بيكون معاه اعتراف كامل هو مش محتاج ده اصلا، هو بيكون معاه القرار دوت من قبل ما يسافر، فبيكون هو اموره احسن وما عندوش ضغط كتير. طب هو مش عايز يشتغل على طول عشان خاطر ما يشيلش مسؤوليه، انت اصلا لحد ما بتطلع الاركون ده عايز لك شهر او شهرين ثلاثه، فانت في الفتره دي برضو شغال فيها وبتقدر اللي انت يعني تبدا تتاقلم واحده واحده. بس في نفس الوقت انت ما عندكش ضغط ان انت لازم تجتاز حاجه عشان توصل لحاجه، لان الحاجه دي معاك اصلا. فانا بالنسبه لي اللي معاه اعتراف كامل ده بالنسبه له احسن. لو هو عايز يروح مكان ممكن يتفاوض مع المكان، ممكن تسيبوني شهر اتنين لحد ما اطلع الاركون ده. هم كده كده هيسيبوك، لانك طول ما انت معكش الاركون ده هو مش هيحاسبك محاسبه ان انت شخص خلاص ممرض وشايل المسؤوليه. في حاجه تانية اسمها اين ابايتونج. اين ابايتونج ان انت اي مكان بتروحه هو بيشوفك، بيديك يعني مساحه شهر شهرين، انت هتقدر تشيل شغل من دلوقتي ولا لسه محتاج شويه. فانا شايف اللي معاه اعتراف كامل هو احسن له بكتير. سؤال متكرر بيجي لي كتير في الفتره الاخيره: لو انا في مصر معهد او كليه وبعد كده سافرت المانيا وخدت ترخيص المزاوله، هل لو انا كليه هقبض اكتر من المعهد، او لو انا معهد هاخد اقل من الكليه؟ الاجابه لا. انت كده كده خدت ترخيص مزاوله، انت اسمك ممرض سواء كنت معهد ولا كليه. هو اصلا مش شايف انت كنت فين في مصر، هو جابك وعمل لك امتحان واختبرك ولقاك فعلا شخص تستطيع ان انت تشتغل، فخلاص هو مش فارق معاه الماضي بتاعك معهد ولا كليه. انت شاطر حريف وريني شغلك. نصيحة مني ليك: نجاحك في ألمانيا مش مرتبط بس بترخيص مزاولة المهنة بتاعك. ناس كتير معاها ترخيص مزاولة المهنة وللأسف ما هياش ناجحة في شغلها، أو بتعمل لها كوند جونج، أو ناس رجعت مصر عشان خاطر في مشاكل مع الشغل. فأنا رأيي الشخصي إن أنت دلوقتي ما تركزش بس إن أنت تنجح في المعادلة، أنت تركز من أول يوم نزلت في ألمانيا إن أنت إزاي تطور من نفسك، إزاي تكون إنسان ناجح. وخلي بالك أنت بتمثل بلدك، دي حاجة مهمة جدا لازم تحطها عن الاعتبار، لان اللي بيشوفك بيحكم عليك ان انت مصري، مش بيحكم عليك ان انت شخص شغال عنده، فبياخد انطباع عن المصريين.